بالنسبة للمقادير ناخذ 300 جرام فرينة، 300 جرام سميد أرطب، مغرفة كبيرة خميرة تاع خبز، مغرفة كبيرة سكر ومغرفة صغيرة ملح. نحطوا المكونات الجافة ها مع بعضها، فرينة، سميد، ونحطوا الملح على جهة من هوني، ونحطوا الخميرة والسكر بعض. خلطوهم هذا، ونصبوا بشوية الماء يكون دافي. ونقعدوا نلموا في عجينتنا حتى نتحصل على عجينة متماسكة. هذه العجينة تحصن عليها بعد ما معناها لميناها بالماء. طبعا نعجنوها من 7 إلى 10 دقائق حتى نتحصل على عجينة طرية تكون رطبة. هذه العجينة متاعنا بعد ما عجناها 7 دقائق، نصبوا فوقها شوية زيت هكا ونخليوها تخمر من ساعة لساعة ونص. هذه العجينة متاعنا بعد ما ارتاحت ساعة، نشكلوها، ناخذوا هكا ونعملوا لها الكعابر صغيرين هكا، وناخذوا طبق نحطوا فيه هكا، نبداو نشكلوا ونحطوا. هذوما الكعب متاعنا بعد ما شكلناه، نبداو ناخذوا بالوحدة هكا، نحطوا بحذانا صحفة زيت وصحفة سميد ونبداو نحل. نفس البرانسيب نتاع الملاوي. تحلها هكا في عقلك بشوية تحلها. الملاوي متاعنا حضرت، رسات سهلة وناجحة وفي ساعة تحضر، جربوها ما تندموش. تحب الملاوي تجيك هشوشة وطرية هكا، جرب الوصفة متاعي ما تندمش. الملاوي متاعنا ما شاء الله حضرت، رسات سهلة وناجحة وفي ساعة تحضر. شوف، شوفوا الملاوي، شوف التوريق، شوف رسات سهلة وناجحة وفي ساعة تحضر. عملتها انا محشية زادة، هذا هما، بسم الله. شوف قصلكم الجبن هذا، تبعوا الوصفة متاعي تنشحلكم. تحب الملاوي تجيك هشوشة وطرية هكا، جرب الوصفة متاعي ما تندمش. شوفوا الملاوي، شوف التوريق، شوف رسات سهلة وناجحة وفي ساعة تحضر.
عملتها انا محشية زيادة. هذا هما. بسم الله. شو قصلكم الجبن. هذا تبعوا الوصفة متاعي تنشحلكم. عملتها انا محشية زيادة. هذا هما. بسم الله. شو قصلكم الجبن. هذا تبعوا الوصفة متاعي تنشحلكم.